أهلا بيكم. طبقنا النهاردة طبق حلو ومميز ومحدش بيختلف عليه. هنعمل مع بعض النهاردة الرز بلبن بقوام كريمي وطعم غني وروعة. تعالوا نشوف عملناه ازاي. في حلة على النار هحط كوبايتين مية واسيبهم يغلوا، وبعد كده هضيف عليهم نص كوباية رز اللي هي بعيار بالمعلقة 6 معالق كبار أكل. هسيبهم يغلوا دقيقتين كده، وبعدين هطفي النار واغطي الحلة واسيبهم لحد ما الرز يتشرب او يستوي. سبتهم هنا حوالي نص ساعة او اكتر لحد ما حسيت ان الرز شرب كل المية بتاعته. طبعا هو كده لسه ما استواش ولسه الحباية ناشفة، بس هنكملها مع اللبن. هنبتدي نضيف اللبن بتاعنا، دول 5 كوبايات لبن على النص كوباية رز. وطبعا اللبن كتير عشان يخلي طعم الرز غني وما يبقاش ناشف واحس ان انا باكل رز ناشف وشارب كل اللبن. هقلبه كويس قوي واسيبه برضو يغلي 5 دقايق كده، ولحد ما احس بصوا لسه اللبن بينزل منه، واللبن لوحده والرز لوحده. انا عايزة الاتنين قوامهم يدخل ويتجانس مع بعض ويشربوا من بعض. هديلهم غلو على النار 5 دقايق، وبعدين هغطي تاني الحلة واطفي البوتاجاز واسيب الرز يستوي في اللبن وانا طافية برضو البوتاجاز. هنا برضو بعد ما سبت الرز حبة حلوين كده استوى من سخونية اللبن، استوى شوية عن الأول. بس زي ما قلتلكوا أنا كنت عايزة إنه الرز واللبن يختلطوا ببعض، بمعنى إن الرز يشرب من اللبن واللبن يتقل قوامه يبقى كريمي كده، لأنه خد من النشا اللي موجود في الرز. بصوا الرزاية هنا استوت عن الأول لما كنت مسوياها في المية وخلاص اتهرت معايا. أنا بس عايزة دلوقتي الطعمين يتداخلوا مع بعض، عشان كده هسيبهم يغلوا بقى شوية كده على النار لحد ما اللبن قوامه يبقى كريمي والرز يختفي ويشرب تماما اللبن. في المرحلة دي هضيف عندي معلقة كبيرة قشطة، ما كانش عندي قشطة علب فدي قشطة من اللبن، حطيت كده معلقة كبيرة أو معلقتين، وكمان هضيف السكر. الكمية اللي عندي دي هتحتاج كوباية إلا ربع سكر، وكده هيبقى مظبوط. حباية مسكر زودي تاني، حباية دلع ممكن تخليهم نص كوباية. هنا هحتاج معلقة كبيرة كريم شانتيه بودرة، وهحتاج كمان عليهم نص كوباية لبن عشان أدوبهم فيه، عشان أضيفهم على الرز بس بعد ما يغلي شوية. انا هنا الرز بلبن بتاعنا سويته في ميه الاول عشان ما سويهوش في الرز من الاول، عشان اسرع عمليه تسويته لانه بيستوي في الميه اسرع من اللبن. تاني حاجه كمان عشان اللبن ما ينشفش معايا ويتبخر او يتكثف بسرعه، وانا عايزه زي ما قلتلكوا الرز بتاعي كريمي قوامه كريمي، مش عايزه ان اللبن ينشف مني جواه. بقلب اللبن مع الكريم شانتيه وبعدين هضيفه على الرز بلبن. في حاجة كمان، الرز بلبن من الحاجات اللي لازم تقفي جنبها وهي بتتعمل. في الجزء اللي هو ان احنا نطفي النار ونغطي الحلة ماشي، ده ممكن تسيبيه، لكن طول ما الرز بلبن بتاعك على النار لازم تبقى ايديكي والمعلقة فيه عشان من تحت ما يلزقش او ما يتلسعش منك من تحت. فلازم كل شوية نقعد نقلبه من تحت ومن فوق كده عشان اللبن ما يتلسعش من تحت او الرز بتاعنا ما يتلسعش. البودرة عندنا هنا بتديله قوام حلو وكمان طعم حلو، تعتبر بديل للنشا شوية، بتكثف من الطعم بتاعه شوية والقوام بتاعه، وبتديله كمان طعم حلو قوي. الرز بلبن انا اتعودت او حتى مامتي واتعلمت منها ان مش بتحب تضيف له نشا خالص. ليه؟ لان الرز نفسه فيه النشا بتاعه بينزل النشا بتاعه، فهو مش محتاج ان احنا نضيف نشا عشان نتقل قوامه. كمان احنا محتاجين ناكله نحس ان هو طري وكريمي، مش عايزة اكل النشا لما بتحطوه على الحاجة بيكثفها قوي، فمش عايزين الخطوة دي. فصراحة احنا بنعمله من غير نشا وبيبقى طبق رز بلبن وماسك نفسه وقوامه حلو جدا، وبيبقى زي ما بقولكوا قوامه حلو ومش سميك. هنا مش شايفين عايزين الرز بلبن بتاعي يغلي كده وش الحلة كله احس انه بيغلي. كمان في حاجة لازم تحسي ان وش الحلة عليه لبن، الرز انتي مش شايفاه، ده اللي هيخلي الرز بتاعك قوامه كريمي. لو الرز نشف معاكي عن كده الرز بلبن هينشف وهيبقى متكتل لما تحطيه في التلاجة او بعد ما يبرد.
حسيتي ان اللبن نشف منك ومش عارفة خلاص تعملي ايه، ممكن تزودي نص كوباية لبن، تنعميه تمشيه بس كده في الرز، بس المهم يبقى في على الوش طبقة لبن مش طبقة رز عشان ما يبقاش ناشف معاكي. والخطوة المهمة انك تقفلي النار عليه، شايفين وش اللبن عامل ازاي في الحلة وهو لسه وفيه وش لبن، مش ما تحسيش ان اللبن كله نشف، لا خالص، تحسيه ان هو كده لسه اكنه مية، بس هو لما بيبرد وبيقعد في التلاجة بيجمد. وبعدين بنبتدي نفضيه في الكاسات او اطباق التقديم وهو سخن، ما نستناش لما يبرد عشان ما يعملش وش على الحلة. وبعدين تسيبيه يبرد تمامًا قبل ما يخش التلاجة. عايزاه وشه بقى يكرمش ومش مكرمش والحاجات دي، ممكن تحطيه في علب ليها غطيان وتغطيه بيها، دي حاجة ترجع لِك، بس أنا الأهم بالنسبة لي قوامه وطعمه، يعني قصة الكرمشة دي هي حاجة طلعت كده trend، لكن أنا الأهم بالنسبة لي إن قوامه وطعمه يبقى روعة. في ناس برضه بتحب تضيف له نكهة الفانيليا، ماشي لو أنتِ حاباها، بس لو أنتِ حابة الطعم بتاع برّه، هُم ما بيضيفوش فانيليا ولا أي حاجة، بيبقى طعمه مميز جدًا، الرز مع اللبن طعمه تحفة، مش محتاج أي نكهة تحليه. وده كان شكل الأطباق الرز بلبن بتاعتنا، قوامها تحفة وريحتها أحلى صراحة. تعالوا نزينها شوية، وكمان تعالوا أوريكم القوام بعد ما يبرد كمان في التلاجة شكله عامل إزاي. هنا كان عندي شوية سبرينكل كده عشان الولاد بيحبوا الحاجات الألوان وكده، فحبيت إن أنا أزينها بيها وعشان كمان أضحك عليهم يعني ويرضوا ياكلوه. ممكن كمان بشوية مكسرات، فستق، بندق، أي حاجة عندك، شوية سوداني، رشة جوز هند برضو بيبقى طعمها حلو قوي مع الرز. أنا النهاردة هزينه بشوية زبيب كده خفيف لأني بحب التست بتاعه صراحة من غير أي حاجة يعني، ولا جوز هند ولا مكسرات ولا حاجة، فزينته كده بشوية زبيب كده خفاف. ولو انتِ حابة تزينيه بأي حاجة طبعًا بنحطها بعد ما الأطباق الرز تبرد تمامًا وتحسي إن هي بردت وسقعت خالص، عشان ما تنزلش جوه الرز بلبن، يبقى عمل وش كده، فالحاجة تحتفظي بيها على الوش بتاعه. بعد ما يبرد خالص ابتدي حطيها في التلاجة وسيبيه من ساعتين ل4 ساعات عشان يديكِ القوام والنتيجة الحلوة. أنا هنا هادخله التلاجة وبعدين هاطلعه أوريكم بعد ما سقع وبرد القوام بتاعه عامل ازاي. وهنا خرجنا الرز بلبن بتاعنا، بصوا قوامه عامل ازاي، لا منه الرز نشف وتماسك وكمان في نفس الوقت مش مية، يعني هو كده قوامه رائع وتحفة. انا هنا سبته من بالليل لتاني يوم الصبح لاني كنت تعبت بقى صراحة، فده كده مصوره قعد كذا ساعة جوه التلاجة، عمل وش القشطة عملت، وكمان عمل القوام بتاعه منشفش ومسك نفسه، بس الطعم اللي هو سموزي كده وانتي بتاكليه مش متضايقة وحاسة ان انتي بتاكلي حاجة ناعمة ولذيذة وكريمية. لو ما عندكيش كمية اللبن دي وهتبقى كتير عليكي، لو عايزة تحطي لتر واحد لبن قللي شوية الرز. من أحلى وصفات الحلو صراحةً الرز بلبن، صغيرين وكبار معظم الناس بيحبوه، فجربيه واعمليه وسيبيه عندك في التلاجة، كمان لو في فترة مدارس والّا حاجة الولاد بييجوا جعانين وانتِ مستعجلة، اعملي كام علبة أو كام طبق وغطيهم وسيبيهم كده، كل يوم ياخدوا طبق الصبح طبق بعد الضهر، بجد هيبقى حلو ولذيذ أوي، وكمان طعمه خرافة. جربيه وقوليلي رأيك في الكومنتات، ويا ريت تبعتولي التطبيقات، واللي شاف الفيديو لحد دلوقتي ما ينساش يعمل لايك وكومنت واشتراك ويفعل الجرس، هتوصلكوا فيديوهات خطيرة الفترة الجاية. بحبكم وهتوحشوني، وسلام عليكم.